السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم السنة دي من المقبولين في الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة، ويا رب كل يوم يوصل حاجة يحققها بإذن الله. اتكلمت قبل كده في 3 فيديوهات. الفيديو الأول كان بيتكلم عن الكلية الفنية العسكرية، الفيديو الثاني كلية التكنولوجيا العسكرية، والفيديو الثالث اتكلمت عن في كلية الطب بالقوات المسلحة. الفيديو الرابع النهارده هيتكلم عن الكلية الحربية، تفاصيل التقديم للكلية الحربية تمام من الثانوية العامة، والتخصصات المطلوبة لو انت هتقدم على محاربين من كلية حربية تمام بعد الكلية بتاعتك. هتكلم فيها عن التخصصات المطلوبة تمام يا رجالة. مبدئيا كده يا صاحبي، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة فضلا وليس امرا، تدعمني بلايك واشتراك وتشير الفيديو ده لاصحابك لو هم هيقدموا على الكليات المعاهد العسكرية. الكلام اللي انا هتكلم فيه دلوقتي يا رجالة مصدر موثوق من المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة. ماشي. بص يا صاحبي، الكليه حربيه لو انت هتقدم فيها من بعد الثانويه هتكلم فيها عن الشروط بتاعه التقديم. لو انت هتقدم فيها من بعد الكليه هتكلم عن التخصصات المطلوبه تمام، لو انت كليه ايه تقبل ينفع تقدم ولا لا كده يعني تمام. اولا، الكليه الحربيه تقبل الحاصلين على شهاده الثانويه العامه والازهريه والشهادات العامه بقسمها العلمي والادبي. يعني انت لو خارج ثانويه عامه ازهر ادبي او علمي هتقدر تقدم تمام. وما يزيدش السن يا رجال عن 21 سنه، زي ما اتكلمت معاكم قبل كده ان السن هيبقى سنه التخرج والسنه اللي بعديها، خلاص ما فيهاش اي نقاش. كان قبل كده 3 سنين، سنه التخرج والسنه اللي بعديها والسنه اللي بعد اللي بعديها. فدلوقتي النظام اتغير، بقى سنه التخرج والسنه اللي بعديها فقط، هما اللي ليك السنتين دول بس اللي ليك فيهم تقديمات تمام. وان تكون النسبه المئويه للمجموع القسم العلمي 70% فاكثر. يعني لو انت خريج ثانويه عامه قسم علمي تكون جايب 70%. ده تنسيق السنه اللي فاتت يا ابطال، فالتنسيق مش هيختلف كتير عن السنه دي تمام. ممكن ينزل 5% بس، مش هيزيد اكتر عن 5، مش هيزيد اكتر عن 70%. ده الكليه حربيه تمام. اما بالنسبه للجسم الادبي فهو 75%، يبقى الجسم العلمي 70 والجسم الادبي 75%. وتكون مدة الدراسة لو انت هتقدم فيها من بعد الثانوية العامة 4 سنوات دراسية ميلادية. 4 سنين. ويمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية تمام. ده يا رجالة لو انت هتقدم فيها من بعد الثانوية العامة، لو انت هتقدم على كلية حربية من بعد الثانوية العامة، دي الشروط اللي انت لازم تكون متوفرة فيك عشان تقدم عليها تمام. طب تيجي دلوقتي يا رجالة لما نتكلم فيها، لو انت هتقدم على الكليه الحربيه من بعد الكليه بتاعتك تمام. اول حاجه هتكلم دي التخصصات يا رجاله المطلوبه للكليه الحربيه. التخصصات المطلوبه لو انت خريج كليه او بكالوريوس او ليسانس، فلو التخصص ده بتاعك موجود هتقدر تقدم عليه باذن الله السنه اللي جايه، لان التخصصات مش بتختلف كتير السنه دي عن السنه اللي فاتت. ماشي يا رجاله. اول حاجه التخصصات دي يا ابطال: تربيه رياضيه تمام، تجاره، حقوق، زراعة، إعلام وصحافة، اقتصاد وعلوم سياسية، كلية خدمة اجتماعية، كلية لغات قسم إنجليزي، عبري، روسي، فرنسي، صيني تمام. من كليات آداب، تربية، ألسن، لغات وترجمة. لو انت حاجة من آداب وتربية وألسن ولغات وترجمة قسم عبري أو إنجليزي أو روسي أو فرنسي أو صيني فتقدر تقدم. بعد كده الآداب، كلية آداب من قسم إعلام، علم نفس، اجتماع، تكنولوجيا، العلوم الصحية التطبيقية تمام. دي يا رجالة التخصصات الخاصة بالتقديم على كلية حربية، او اسمها بعد الليسانس بتاعك او بعد البكالوريوس بتاعك اسمها المحاربين تمام. ودي انا اتكلمت فيها فيديو قبل كده، بس انا لازم اشرح لك الفيديو برضو لو انت هتقدم على كلية حربية تمام. عندك انت يا رجاله ايه الشروط بتاعتها لو انت هتقدم على الكليه حربيه او محاربين بعد الثانويه العامه، بعد الليسانس او بعد البكالوريوس؟ اول حاجه التقدير لازم يكون جايب جيد في اعلى تمام. لو انت جايب مقبول للاسف مش هتعرف تقدم. طب الشروط دي بتاعت السنه اللي فاتت ولا بتاعت السنه دي؟ لا يا رجاله، الشروط دي بتاعت السنه اللي فاتت، فانت لازم تقدم بتنسيق السنه دي، فهو التنسيق مش هيكون فيه اختلاف كبير تمام. عندك انت هنا بيقول لك ايه: والا يزيد السن عند الالتحاق عن 24 سنه. ازاي يعني؟ انت لما تيجي تقدم ما ينفعش سنك يكون معدي ال 24 سنه، سنك لازم يكون 24 سنه فاقل، يعني ما يزيدش ل 24 سنه تمام. وان يكون حاصلا على المؤهل الجامعي في عام 2022 او 2021 فقط. ده اللي انا اتكلمت فيها الرجاله قبل كده، اللي هو انك انت مش هينفع تقدم في السنه بعد السنه اللي انت اتخرجت فيها بس، والسنه اللي بعديها بس، مش هينفع تقدم في السنه اللي بعد اللي بعديها تمام. التنسيق ده بتاع 2022، فلما تيجي تقدم هتقدم ب 2000 ايه، هتقدم في 2022 و2021 تمام. فما ينفعش تبقى تقدم في 2023، انت هتقدم في سنه التخرج والسنه اللي بعدها بس تمام.
مدة الدراسة بالكلية الحربية يا رجالة سنتين، تمام، اللي هو ده اسمه محاربين. مدة الدراسة فيها سنتين بس يا أبطال. ده يا رجالة لو أنت تقدم على الكلية الحربية أو اللي اسمها بمعنى أصح المحاربين بعد الليسانس أو بعد البكالوريوس، تمام يا رجالة. فيا صاحبي لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة فضلا وليس أمرا، ودعمني بلايك واشتراك للفيديو يا رجالة. بالتوفيق ليكم، طارق البدري.